شل قلبي من عروقه صافي المبسم وذوقه مثل صبح في شروقه بدر في ليل التمام. شل قلبي من عروقه صافي المبسم وذوقه مثل صبح في شروقه بدر في ليل التمام. الشعر إذا تجلى غالي ما تغلى وسط قلبي لا محلى ساكن صبا غرام. حجبه مثل الهلال والخشم سقف السلالي فدوته حالي ومالي للتحية واحترام. حيلها الحرار متني من سهو من صوبتني اطرحتني ما خطتني هاي من والقلب هام. شل قلبي من عروقه صافي المبسم وذوقه مثل صبح في شروقه بدر في ليل التمام. الشعر ليل تجلى غالي مهما تغلى وسط قلبي له محلى ساكني صوب غرام. أرقبة عزت مجية في يدي والدانية قلت له خذها هدية قال عندي لك كلام. قلت أمر ثم تجلى أنا أقول لك تفضل يا نظر عينك تجمل يا كريم ابن الكرام. قالت الحب الحقيقي بيننا حبل وثيقي دامك تجي في طريقي عيني العينك سلام. مايل والحظ مايل شفت من بعده هوايل اذكره والدمع سايل غالي قدر ومكان. ظروف عذبتنا قاسية كم فرقتنا نلقى معانقتنا وارتوي منه وانا. شل قلبي من عروقه صافي المبسم وذوقه مثل صبح في شروقه بدر في ليل التمام. الشعر ليل تجلى غالي مهما تغلى وسط قلبي له محلى ساكني صوب غرام. شل قلبي من عروقه صافي المبسم وذوقه مثل صبح في شروقه بدر في ليل التمام. الشعر إذا تجلى غالي مهما تغلى وسط قلبي له محلى ساكن صبا غرام. حجبه مثل الهلال والخشم سقف السلالي فدوته حالي ومالي للتحية واحترام. حيلها الحرار متني من سهو من صوبتني اطرحتني ما خطتني هاي من والقلب هام. شل قلبي من عروقه صافي المبسم وذوقه مثل صبح في شروقه بدر في ليل التمام. الشعر ليل تجلى غالي مهما تغلى وسط قلبي له محلى ساكني صوب غرام. أرقبة عزت مجية في يدي والدانية قلت له خذها هدية قال عندي لك كلام. قلت أمر ثم تجلى أنا أقول لك تفضل يا نظر عينك تجمل يا كريم ابن الكرام. قالت الحب الحقيقي بيننا حبل وثيقي دامك تجي في طريقي عيني العينك سلام. مايل والحظ مايل شفت من بعده هوايل اذكره والدمع سايل غالي قدر ومكان. ظروف عذبتنا قاسية كم فرقتنا نلقى معانقتنا وارتوي منه وانا. شل قلبي من عروقه صافي المبسم وذوقه مثل صبح في شروقه بدر في ليل التمام. الشعر ليل تجلى غالي مهما تغلى وسط قلبي له محلى ساكني صوب غرام. خالد وده يتعلم الشعر النبطي وجرب يشارك في العديد من المجالس الشعرية، لكن الموضوع صعب على خالد. لا تشيل هم يا خالد، وجدنا لك الحل. كل اللي عليك تنزل برنامج منظوم فهو مختص بتعليم الشعر النبطي.
وفي قاموس قوافي يحتوي على أكثر من 100,000 كلمة، ويعلمك بعد دروس عن البلاغة، وكمان يعلمك الوزن واكتشاف الكسور اللي في القصايد. لا وبعد تقدر تشتري منه قصايد بسرية تامة. تطبيق منظوم، طلع الشاعر اللي بداخلك.